السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد في فيديو يا قناة زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد على قناة زملكاوي بعنوان فضايح وبلاوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب انصر اخواتنا في غزة يا رب العالمين، يا رب انصرهم بنصرك العزيز يا رب. انصر من نصرهم وسندهم و وابطل كيد كل الظالمين يا رب. ابطل كيد الظالمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، وفيديو جديد هنتكلم النهارده عن كذا موضوع. اول موضوع هو ايقاف القيد للزمالك عن طريق المدرب السابق جيمي باتشيكو. وبعد كده هنتكلم عن فسخ العقد بالتراضي بين الزمالك وبين اللاعب سامسون اكينولا البنيني. وهنتكلم برضو عن الزامية الاعطاء والبدء لحسام اشرف، وازاي تديله وقت في الماتش عشان فعلا انت اكتر فترة فيها محتاج حسام اشرف. وكمان هنتكلم اخر حاجة على نقطتين، عودة الونج باذن الله على خير، والنقطة الاخيرة هي ماتش سموحة بكرة باذن الله وهنعمل ايه. تابعوا معانا وهنتكلم في كل نقطة باذن الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كده في أول نقطة معانا، وهي نقطة إيقاف القيد للزمالك. بنسبة كبيرة خلاص إيقاف القيد للزمالك بسبب مستحقات باتشيكو اللي نزلتها الفيفا، عاملة حوالي 800,000 دولار، أعتقد 850 حاجة كده في الحدود دي. إيقاف قيد الزمالك جديد، وكالعادة كل شوية يطلع لك حد يقول لك أنا ليا فلوس عند الزمالك. طب يا جماعة الناس دي ازاي مشيت كده من غير ما يدفع لها فلوس؟ انا معرفش، دي كلها فضايح لازم تنعرف ازاي الناس دي كلها جت ومشيت من غير ما تنحاسب. بس انا عايز اكلمكم بصراحة وبالحق. باتشيكو مشي وكان موجود مجلس ادارة حسين لبيب 2021، فانت بتتكلم ان الراجل ده اللي شلته مجلس ادارة حسين لبيب. بس سكة ودور عشان برضو نقول اللي علينا لو مشاكل قبل كده، يعني مشكلة خالد بوطيب، مشكلة شيكابالا، مشكلة حسام أشرف، المشاكل القديمة دي كلها على المجلس القديم، فاهم قصدي؟ أما المشكلة الحديثة دي لا، على مجلس إدارة حسين لبيب. سامسون أكلونا طبعا المجلس القديم طبعا. خلاص الراجل اللي ليه فلوس خلاص، عايز تديها له مش عايز اللي انت عايزه اعمله. شايف ان هو عايز ايقاف القيد، خلاص يوقف القيد. انت ما معكش فلوس، خلاص هتعمل ايه؟ مفيش اصلا اي مصدر دخل للنادي. انت لحد دلوقتي مفيش اي بطولات بتكسبها، مفيش بطولة بطولة السوبر المصري انت خسرتها، الدوري الله اعلم، مفيش بطولات كان مشارك فيها الفترة الجاية غير الكونفدرالية، وخلاص كاس مصر الله اعلم ما يبدأ امتى. كاس الرابطة انت ما بتلعبش فيها، ولو لعبت بتطلع من اول دور ما بتحبش تكمل، فانت مالكش اي مصدر دخل، فانت خلاص عايز تستنى كده، خلاص تعمل كده. عامة الراجل ليه فلوس اكيد طبعا، والناس كلها عارفة من زمان ان هو ليه فلوس، بس احنا كنا مطنشين وخلاص. الراجل ما فيش حد بيحبك، ما فيش حد هيجي يقولك لا يا عم انا بحبك وبحب الجمهور، ولا في الكلام ده. الراجل الاجنبي اصلا جاي لك مخصوم متغرب من بلده عشان ياخد القرشين، انت بقى مش عارف تديله قرشين، خلاص ده غلط من عندك انت. بس يعني دي النقطة كلها. باتشيكو خلاص هو راجل فقير فنيا، راجل ما كانش بيلعب كورة، ما لعبش ماتشين عادلين مع الزمالك، بالعكس كان من اسباب ان الزمالك يخسر اقذر ماتش في تاريخ الزمالك. وانا ما بحبش اتكلم بقى على الحاجات دي خالص. راجل راح وجه في 60 داهية، ورب ما نشوفك داخل النادي ده تاني، ويعني بص ربنا ما يعيد ايامك. ويلا نيجي بقى كده النقطة التانية، نقطة سامسون اكينولا مهاجم البنيني. الزمالك رسميا بيفسخ العقد معاه بالتراضي، خد القرشين وخد بعضه ومشي، لان هو مش لاعب كويس. على المستوى الانساني هو معرفش، مش متزن، كمان غريب جدا، ما قدمش حاجة للزمالك بأمانة، اللي هو ماتش ولا ماتشين غير كده
ما قدمش حاجه للزمالك. اسوأ المحترفين اللي جم للزمالك. سيء جدا صراحه، ما افتكرلوش اي ماتش صراحه. انا على مستوى شخص الصراحه ما ببلعوش، فهو الصراحه الى مزبله المحترفين، وفي 600 ألف داهيه، وفي 600 ألف خرارة، ومع ألف سلامة. ويا رب ما يعيد أيامك ولا تيجي تاني، ولا نشوف القطعية دي تاني، ولا نلاقي محترفين بالشكل ده تاني في نادي الزمالك. وفي 600 داهية الراجل من أول ما جه ما بيلعبش كورة، مش راضي يلعب، وربنا ينتقم من اللي دخله النادي وخلاص. على اليمة التانية الموضوع اللي بعد كده حسام أشرف. عندك دلوقتي المهاجمين اللي موجودين في النادي: عمر فرج، عندك سيف الجزيري، عندك ناصر منسي، عندك حسام أشرف. حسام أشرف يا جماعة لازم نديله فرصة. النهاردة عمر فرج لسه وقت كبير جدا عبال ما ياخد فرصة، ولسه مش هيشتغل معاك من دلوقتي. وانا بفكر طالما زيو اتصاب يلعب على الوينج. يعني انت لو لعبت عمر فرج على الوينج، جرب الفكرة دي. انا بفكر كده، الراجل ده على الوينج اكيد هيعمل شغل كويس. فاهم قصدي؟ لاعب جسمه كويس، زق بيه شوية، يلعب على الوينج مكان زيزو اتصاب. فاهم قصدي؟ وعندك كمان يا اما تاني مصطفى شلبي ايقاف، فانت تلعب بيه على الوينج، بدل حمدي. ما حمدي كمان اتصاب، ما هشوف بقى الاصابات دي كلها. هتلعب عندك عمر فرج على الوينج، ولما التاني نجرب تلاعب البولندي ميشيلاك. جرب ميشيلاك كده على الوينج في قعدته. ولما التانية ما عندكش الا شيكابالا ان شاء الله يبدأ، تجربه. وجرب بقى عمر فرج. وحسام اشرف مطلب جماهيري، لازم حسام اشرف يلعب. من هدافين الدوري السنه اللي فاتت، ازاي ما يبقاش موجود اصلا ولا بنشوفه؟ فدي يعني كلام للجهاز الفني. هل انت مش مقتنع بيه؟ مش مقتنع بيه، طلعه عار. لكن انت راجل جبته خلاص، استفيد منه. واحد زي ده مكسر الدنيا بره، ليه ما تستفدش منه؟ واحد زي ده هيفرق معاك. لا، احنا محتاجين نشوفه شويه، اديله فرصه شويه. حسام اشرف مهاجم ناشئ صاعد، هيديك كتير. الراجل كسر الدنيا في كل حته يروحها. ابرز الكلام اهو بلديه المحله السنه اللي فاتت، هداف تاريخي. لا جربه، اديله فرصه احسن من اللي موجود واحسن من اللي جاي. نيجي للنقطه اللي قبل الاخيره، نقطه الونش. الونش صراحه يعني اسد، راجل بسم الله ما شاء الله، ربنا يرجعه. كان مسمار في خط الدفاع، راجل وتد، راجل قافل منطقة الدفاع كامل. لا الصراحة ليك وحشة يا ونش، وكنت انت ومحمود علاء الله يمسيكوا بالخير يعني. لكن الونش ان شاء الله يرجع بالسلامة، ويرجع بإذن الله على خير. أه و و وعندك حمدي اتصاب، يعني المسلوس يلعب باك زي ما كان بيلعب، ويرجع الونش تاني، والدنيا تبقى ماشية تمام. بس وان شاء الله خير، والونش يرجع بالسلامة، والدنيا ترجع تاني في هداء وفي سكون. بكره ماتش سموحه هنعمل ايه؟ ان شاء الله بكره ماتش سموحه، ربنا يوفقنا نكسب على سموحه، نضمن صداره الدوري باذن الله. اكسب جونين فرق، جونين فرق 3. سموحه عند فرقه كويسه، عندها لاعب حسام حسن مهاجم محترم جدا، وعندها كمان خط النص الصراحة بقيادة لاعب بيراميدز ولاعب سموحة بقيادة الصراحة اللاعب الأكثر موهبة اللي كنت أتمناه في الزمالك. يعني هقول ايه؟ وكمان اللاعب محمود صابر طبعا، اللاعب الواحد الصاعد، يعني بسم الله ما شاء الله عليك يا ابني، ربنا يوفقك. وكمان عبد الكبير الوادي المهاجم، الراجل اللي اثبت كفاءات في كل حته، كبير جدا 31 سنه، عنده خبره كبيره جدا، ويقدر ان هو يعمل شغل كويس. قدام كمان مدرب محترم جدا، المدرب احمد سامي، مدرب محترم جدا، مدرب الصراحه عنده خبره كبيره جدا، دايما يعاند مع الزمالك، دايما يكسب الزمالك اغلب الوقت يعني.
دايما سجله حلو قدام الزمالك، بيكسب دايما. وان شاء الله بكره جوميز يكسب ان شاء الله. اخر موجة كانت فوز لسموحة 1-0، وربنا يسترها بقى بكره، فوز ان شاء الله مهم باذن الله. وهنطلع بعد الماتش باذن الله هنتكلم على اللي حصل، وربنا يسترها ويسهلها ان شاء الله. كان معكم محمد في قناه زملكاوي. اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. متنساش لو عجبك الحلقه تعمل لايك واشترك في القناه. خلاص ضفنا 300، قربنا 20 مشترك بس ونبقى 300 باذن الله. اشتركوا معنا في القناه وفعلوا زر الجرس دايما. كل يوم في شورتات، في بوستات، في حلقات ان شاء الله، في فيديوهات في كل وقت. تابعونا. متنسوش اخوتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويقوي أزرهم ويكون معاهم بإذن الله. واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف شكر.